بمناسبة الاحتفال بعيد نوروز، أولا أتوجه إلى شعبنا الكردي في كل مكان في العالم وفي أجزاء كردستان وفي روجافا وخاصة في محافظة الحسكة. نهنئهم جميعا ونقول لهم نوروز وبيروزبا. اليوم نحتفل بهذا العيد المبارك، هذا العيد العظيم الوطني الذي يحتفل فيه الكرد، وأيضا هناك من يشاركنا في هذا الاحتفال العظيم. لذلك دائما نقول النوروز هو رمز الانبعاث والمقاومة والتجدد، وأيضا تعزيز الروابط، الأخوة والتآخي والسلام، وأيضا في نفس الوقت لتعزيز السلم الأهلي. نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية مفصلية من تاريخ سوريا. أيضا نأمل أن يكون نوروز هذا العام هو النوروز تعزيز الروابط، وأيضا في نفس الوقت العمل مع بعضنا البعض، لأننا حقيقة في مرحلة بناء وتطوير سوريا، فسوريا بحاجة إلى جهود عظيمة وجبارة. وطبعا بالدرجة الأولى هنا أذكر أيضا دور المرأة السورية، أيضا كانت ولا زالت لها دور قياديا ورياديا ومحوري وأساسي في بناء سوريا الجديدة. لذلك اليوم نوجه أيضا رسالة إلى العمل المشترك، ونوروز بالنسبة لنا هو النضال الوطني المشترك بين السوريين والقوى السورية جميعا. ثانيا يتطلب منا حقيقة أن نتقرب بحساسية ودقة عالية. دائما الروابط الكردية والعربية هي روابط تاريخية مبنية، وهناك عيش مشترك بين كل المكونات السورية. طبعا مثل ما أنتم شايفين يعني الأجواء كتير يعني مبشرة يعني يوم جميل، بالإضافة إلى المشاركة العددية الكبيرة جدا ومن جميع المكونات. يعني الفترة الأخيرة اللي صار في لغط شديد جدا، يعني حاول كثير من الناس يعني عرقلة العملية يعني الموجودة حاليا، عملية يعني نقدر نلخصها بعملية السلام وعملية الاندماج أو عملية الاتفاق اللي صار بين الأطراف في يعني سواء بالإدارة الذاتية وبال يعني الحكومة السورية. يعني محاولات الفتنة اللي شفناها طبعا نتيجة وعي الشعب، نتيجة وعي الإدارة، نتيجة وعي القيمين والمسؤولين على هالمسألة هاي، صار في تطويق يعني لهالفتنة هاي.